بالدكتور طارق منصور عشان يختم هذه الندوه. كلمه الختام ده احنا دي هي المسك والله. احنا صدقنا قومناها قاعده لغايه من الصبح. لا ده حد من حضراتكم عايز اي ملاحظه على الدكتور طارق تقعد ما فيش مشكله. حد من حضراتكم معتز عندك قول يا دكتور قول وانت تعالى يعني ده مهم للناس. لو حد كلمات سريعه بقى مع مساعد الاداره بقى هتلاقي كده قول يا دكتور. ولا مش عارفين الصوت يا توني حاول بقى. بقول لك الاستاذ امير طبعا على الروايه الموجود اخر الانتاج. انا قريت قبل كده روايه مجموعه قصصيه للسنه مش على اسم ده الروايه ومجموعه قصصيه السرايس فعندي خلفيه يعني لحد ما كبيره في اسلوب كتاب قصصيه وتكنيك بتستخدمه وبعض من الافكار والافكار الحقيقه عجبني كمان يعني بعد ايام بتوفر معايا يعني افكار. فدي حاجه انا بعتز بيها يعني انا بقراها وبحب اقراها. انا ما قريتش يعني انا ما قريتش روايه لكن لحد ما قدرت من كلام الاستاذه في الاول خالص عن الفكره العامه للروايه وشرحتها على الفن ببساطه ان هي محورها الرئيسي لو زي ما الناس شافت يعني عن التجاره بالدين او كيفيه تجاره الدين السيطره على العقول بالدين بالظبط التجاره بالدين. فانا عندي وجهه نظر في الموضوع يعني انا شايف اني بصراحه ما شفتش اي نظام في العالم ما بيستخدمش الدين. ما شفتش اي جماعه في العالم مهما كانت دماغها ما حاولتش تستخدم الدين كوسيله وسلاح يسيطر بيها على عقول البشر او على عقول الناس. ده موضوع مهم جدا وشائع ان هو ده مركز الروايه. ولو انا للاسف يعني انا ما قريتش تفاصيل في الفتره الثانيه وكمان انا مش واحد في التفاصيل الادبيه بصراحه لا يعني كل واحد فهتكلم عن الفكره العامه دي بمنتهى البساطه. انا عن نفسي عشت وعصرت فتره استخدام اكبر كيان في العالم عسكري وحكومي للدين هو اسرائيل واليهود. الفكره الاساسيه عندهم مبنيه على الدين اكاذيب دينيه هيكل مدفون مش عارف فين حكايه كده بيحكوها للناس لازم نوصل للحته دي عشان احنا شعب الله عشان احنا حاجات كتير وبداوا يوهموا الناس بده ولو انت مش معانا تبقى متعاطف معانا. فدي من اول اليهود من اول اسرائيل لغايه امريكا ولغايه بعض الانظمه العربيه ولغايه بعض والجامعات بقى يعني كل ما ننزل في المستوى نلاقي في عصبه من بشكل معين بتستخدم طريقه الدين طريقه. برضه الاستاذه بيرفع تطرقت في الروايه من الكلام اللي انا قلته لكيفيه استقطاب من ذو شعبيه. دي طريقه من الطرق يعني انا استخدمت هنا فنان مش فنان صغير ده فنان كبير مش عدد كبير جدا. انا واحد بشكل بحبه جدا استاذ محمد زين ايوه هو بيركز عايز اشكر كمان اللجنه الثقافيه في هذه الندوه المصري الكبيره على الشغل المجهود اللي هي عاملاه. لهم كل التحيه والتقدير كل سنه في حضراتكم طيبين. دايما نلتقي بكم في الموعد الاسبوعي الثلاثاء من كل اسبوع على خير باذن الله. كل عام وانتم بخير. الصوره الجماعيه يا جماعه الصوره الجماعيه بعد اذنكم.